بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالكم حبايبي الحلوين؟ اليوم بدي أحكي لكم كيف ببلش يومي في يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك للأردنيين والمسلمين كافة، فبحب أسمع سورة البقرة في بداية اليوم. ومن أهميته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أما طقوسي يوم الجمعة فهي طقوس غير شكل. ببلش يومي بتوليعة الفحم، بولع الفحم، وضع البخور الفاخر من القرشي أو الرصاصي. صراحة هو من أفخم البخور وأجملها. والبخور بطيب ريحة المكان ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح. وبعدين ببلش يومي ببعض حبات من البلح مع المي الدافية، وبعد ساعة بعمل كوفي حتى أعدل مزاجي وبلش يومي بحيوية ونشاط. ويا حبذا تكون معاه حبات من الشوكولا حتى يرفع هرمون السعادة. أما الساعة 8 صباحا ببلش بقراءة سورة الكهف، بصلي ركعتين ضحى مع التسبيح والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أغلب فطورنا ليوم الجمعة عادة في الأردن بيكون مناقيش الزعتر والجبنة. فطور يعني كونتيننتال مع شاي بنعنع شي بجنن. كونتيننتال يعني أصناف خفيفة من الشاي أو القهوة مع معجنات أو كرواساه، وتخلو القائمة الأكل من المقالي واللحوم الدسمة. وهيك كل يوم جمعة ببلش يومي. وهيك وصلنا لنهاية حكايتنا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. وإلى اللقاء في حكاية جديدة. مع السلامة.